السلام عليكم ورحمة الله. حبايبي تالتة إعدادي، دلوقتي هنحل مع بعض تدريبات الفوكاب بتاعت يونت 12 lesson 5 and 6. السؤال الأول بيقول لي كريم used pictures، يا كريم بيستخدم الصور والشارت الأشكال البيانية to make his، عشان يعمل إيه؟ أكيد عشان هيعمل presentation، هيعمل عرض تقديمي، مش هيعمل سمستر يعني فصل دراسي، ولا complement يعني تتمة أو تكملة، ولا disagreement يعني نزاع أو اختلاف. السؤال اللي بعده بيقول لي عمر، طبعا انت عارف ان الابوستروف اس محتاجة بعدها ناون. هو بيقول ان ذا فوتبول تيم، في فريق كرة القدم، هو انه يكون حارس مرمى، اكيد ده دوره، يبقى رول. يبقى عمر's rule is to be a goalkeeper. طبعا presentation عرض تقديمي، official رسمي، وسكيدول يعني جدول، ممكن يكون جدول حصص أو جدول الأشياء منتظم. السؤال التالت بيقول لي can occur when people have different opinion، بيحصل لما الناس يبقى عندهم آراء مختلفة، أكيد disagreement يعني اختلاف أو نزاع. السؤال الرابع بيقول لي adding some flowers، إضافة بعض الزهور ممكن the beauty of the room، أكيد هيكمل جمال الغرفة، يبقى أكيد هو بيتكلم هنا عن compliment. طبعا present يعني يعرض، وبرده كمان بتدي معنى هدية. disagree يعني يرفض، وhide يعني يخفي. السؤال الخامس بيقول لي students study 6 subject، طبعا الطلبة بيدرسوا 6 مواد دراسية كل ايه؟ أكيد كل سمستر، فصل دراسي. طبعا باقي الكلمات الباقية ما تنفعش، لأن deadline يعني الوقت النهائي، رول يعني دور، وسكيدول يعني جدول، لكن هو بيدرس 6 مواد في السمستر في الفصل الدراسي. guessing the meaning schedule help us organize، طبعا الجدول أو عمل الجداول بيساعدنا إن احنا نرتب وقتنا. كلمة schedule معناها تايم تيبل، جدول مواعيد، مش بوست ولا بليتس أطباق ولا تابلت هو الكمبيوتر اللوحي، ولا بوست يعني يعني بوست يعني اللي هي مدخل يعني أو منشور. السؤال السابع بيقول you are good at helping people work together، هو جيد في مساعدة الناس يعملوا سويا. كلمة work together يعني يعمل سويا، يعني cooperate يعني تعاون، cooperate. طبعا disagree يعني يختلف، وbeat يعني يهزم، وfight يعني يحارب أو يقاتل. I will focus on teamwork، مركز على العمل الجماعي، وكلمة focus يعني concentrate يعني يركز. السؤال التاسع what role does everyone want to، أكيد to play، لأن احنا عندنا تعبير play role أو play a role يعني يلعب دور. I like sure، طبعا تعرف like بيجي بعدها ing، هم كلهم ing، لكن هو التعبير عندي like making sure، make sure يعني يتأكد، make sure. we have been better at teamwork، طبعا عندنا برضو تعبير get better يعني يتحسن، يبقى we have been getting better. number 12 focus on the main idea، تركيز على الفكرة الرئيسية أهم أو أكتر من التفاصيل. وفي الآخر يقول لي عكس مين، طبعا أنت عارف مين يعني أساسي، يبقى عكسها minor يعني غير أساسي أو غير رئيسي، فرعي، عكس major. we add the suffix، الsuffix الخاص بالpresent هو presentation. he always find a creative solution، بيجد حل مبدع أو إبداعي لمشكلته، وده معناه إن هو can solve any problem، يقدر يحل أي مشكلة. سؤال، طبعا دي كلها تعبيرات يعني ممكن حد يقول لي طب ما هي make تنفع، يعني ما هو can make any يعني في بعض التعبيرات الأخرى لك ما كان ممكن أحط make مكان solve. أيوة بس هو ده التعبير اللي هو مديهوني، يعني هو بيستني على التعبيرات أو الحاجات اللي هو مديهاني. أنا عارف إن ممكن حاجات تانية تبقى معناها أوقع، بس أو معناها يعني ممكن يكون سليم، لكن هو إحنا بنتعامل مع منهج هو مديهولي، فما ينفعش إن أنا أحيد عنه. طبعا هنا في الجملة هنا any problem المفروض عايز يحل، والباقيين دول مش معناهم يحل مشكلة. make يصنع، ودو يفعل، وستيل يسرق، فمفيش فيهم معنى، لكن كان في أسئلة تانية
كان ممكن المعنى يمشي، لكن انا مرتبط باكسبريشن هو مديهوني. سؤال 15 بيقول لي they completed they complemented each other. هما بيكملوا بعض. when they work together لما بيعملوا سويا بيكملوا بعض. طبعا complemented معناها completed يعني بيكملوا بعض. تمام. السؤال اللي بعده سؤال 16 بيقول لي آية knows her strengths. هي عارفة نقاط قوتها، زي مثلا التيم وورك والكويك ثينكينج التفكير السريع والعمل الجماعي. طبعا سترينث نقاط قوة اللي هي ويك بوينت طبعا غلط، ده العكس. لكن وميستيك يعني خطأ برضو ما تنفعش أخطاء، لكن أكيد هتبقى تالنت اللي هي مواهبها، يعني الحاجات اللي هي موهوبة فيها نقاط قوتها. طبعا السؤال اللي بعده بيقول لي The event went smoothly because everyone helped. الحدث مر بسلاسة لأن كل الناس بتساعد. كلمة smoothly يعني بسلاسة، يعني easily يعني ببساطة بسهولة. طبعا المعاني التانية مختلفة أو العكس، يعني loudly بصوت عالي، slowly ببطء، وبادلي بشكل سيء. هي أصلا بادلي كمان معناها بسوء. as a researcher كباحث أنا أستمتع detailed تفاصيل، يبقى أكيد finding detailed information أستمتع بإيجاد المعلومة المفصلة. طبعا lose يعني يفقد، وستيل يعني يسرق، وسيل يعني يبحر، ما ينفعوش. I agree that practice really أنا أتفق إنه هذا التدريب فعلا difference. أنا عندي برضو تعبير اسمه make a difference، يبقى makes a difference يعني يصنع الفارق. زي ما بقول لك هي الموضوع مرتبط بالتعبيرات اللي هي عندنا في اليونت اللي هو المفروض إن أنا أكون حافظها. يعني this طبعا بتديني العكس يعني not. سؤال 20 this يعني not. مرادف synonym يعني مرادف detailed يعني بالتفصيل يعني specific تفصيلا يعني. أو difficult صعب، easy سهل، usual عادي أو معتاد. كلمة perfect وكلمة excellent طبعا معنى واحد، فهتبقى في علاقة بينهم هي علاقة السينين يعني الترادف. بكده نبقى خلصنا يونت 12 كل التدريبات اللي بعد الدرس، مش الجنرال اكسرسايز. طبعا الوقت ما يسمحش ان انا احل كمان الجنرال، لان احنا يفترض نبدا نشتغل شويه في القصه، وكمان نبدا في المراجعه لثالثه اعدادي. اشكركم واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.